في التاريخ على الدرس الأول وحدة شعب. واللي ما شافش فيديو الشرح هيلاقيه في صندوق الوصف وفي نهاية الفيديو. نبدأ بالسؤال الأول: أكمل ما يأتي بالكلمات المناسبة مما بين القوسين. جايب لي عدد كلمات وجايب لي أسئلة فيها فراغات نقط، فنكملها من من الكلمات. جايب لي طيبة، القرى، الطوب اللبن، ثعبان، المدن، نسر، منف. سؤال رقم 1: شيد المصري القديم مسكنه في العصر النحاسي من، خلي بالك، الطوب اللبن. سؤال رقم 2: تكونت الأقاليم المستقلة في عصر ما قبل الأسرات من تجمع نقط ونقط. أيوة، القرى والمدن. جاوب معاي، أنا بديك فرصة تجاوب معاي. سؤال رقم 3: كان نعرمر مينا قبل توحيد البلاد حاكما على مدينة، أيوة، برافو عليك، طيبة. سؤال رقم 4: لقب الملك نعرمر نقط، أيوة، بثعبان الشمال، ونقط الجنوب، أيوة، ونسر الجنوب، برافو عليك. سؤال رقم 2: اختار من المجموعة ب ما يناسب المجموعة أ. سؤال رقم 1: عصور ما قبل التاريخ، أيوة، يبقى هتاخد الإجابة د اللي هي تبدأ منذ خلق الله الإنسان على سطح الأرض حتى نجح في معرفة الكتاب. سؤال رقم 2: العصر الحجري القديم، تاخد واو، عاش فيه الإنسان على جمع البذور والثمار. سؤال رقم 3: العصر الحجري الحديث، تاخد أقام المقابر لدفن الموتى. ركز وخد بالك. سؤال رقم 4: العصر النحاسي. العصر النحاسي تاخد ظهرت فيه بعض العبادات مثل تقديس بعض الحيوانات. تمام. السؤال رقم 5: عصر ما قبل الأسرات، أيوة، تاخد ألف، برافو عليك، نشأت فيه الأقاليم المستقلة. سؤال رقم 6: العصر العتيق، أيوة، تاخد ب، توحدت فيه مصر كلها شمالها وجنوبها للمرة الثانية. سؤال رقم 3 بيقول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. سؤال رقم 1: تبدأ العصور التاريخية بمعرفة المصري القديم الوحدة السياسية عام 3350 قبل الميلاد. خد بالك الرقم السنة ده في ايه؟ أيوة، الإجابة خطأ. الكتابة، يبقى عارف المصري القديم الكتابة سنة 3350 قبل الميلاد. سؤال رقم 2: سكن المصري القديم الكهوف في العصر الحجري القديم. تمام، صواب، برافو عليك. السؤال رقم 3: عرف المصري القديم الصناعة في العصر الحجري القديم. تمام، صواب. السؤال رقم 4: عرف المصري القديم الزراعة في العصر النحاسي. أيوة، ركز معاي، الإجابة في العصر الحجري الحديث. في ناس واخدة بالها معاي. سؤال رقم 5: استخرج المصري القديم النحاس من شبه جزيرة سيناء. تمام، صواب، برافو عليك. سؤال رقم 6: عندما ظهرت القرى في مصر قديما كان لكل قرية معبودها الخاص. تمام، صواب.
سؤال رقم 7. بدأ ظهور القرى في مصر القديمة في العصر النحاسي. خد بالك، خطأ، في العصر ما قبل الأسرات. سؤال رقم 8. تميز كل إقليم مستقل قبل تحقيق الوحدة الأولى بحاكم يرعى شؤونه وجيش يحميه. أيوة، برافو عليك، صواب. سؤال رقم 9. قامت أول وحدة في مصر عام 4242 قبل الميلاد على يد أحد حكام الوجه القبلي. خد بالك، تمام، خطأ، الوجه البحري. سؤال رقم 10. كانت مدينة بوتو عاصمة مملكة الشمال. أيوة، صواب، برافو عليك. سؤال رقم 11. كان شعار مملكة الجنوب نبات البردي. تمام، خطأ، كان شعارها بدل نبات البردي زهرة اللوتس. سؤال رقم 12. يشمل العصر العتيق الأسرتين الثانية والثالثة. خد بالك وركز، الإجابة الأولى والثانية. سؤال رقم 13. تحققت الوحدة الثانية لمصر على يد الملك نعرمر مينا ملك مملكة الجنوب. أيوة، تمام، صواب، برافو عليك. سؤال رقم 14. اتخذ الملك نعرمر مينا مدينة طيبة عاصمة للبلاد. خلي بالك، خطأ، مدينة منف. هو كان حاكم مدينة طيبة، لكن اتخذ الملك نعرمر مينا عاصمة للبلاد مدينة منف. السؤال رقم 4. بما تفسر أهمية اكتشاف النار عند المصري القديم. أيوة، لأن المصري القديم استخدمها في طهي الطعام. السؤال رقم 2. نزول الإنسان المصري القديم من الهضاب إلى وادي النيل. أيوة، بسبب إيه؟ تمام، بسبب حلول الجفاف على الهضاب، فنزل إلى وادي النيل. سؤال رقم 3. بما تفسر أهمية الزراعة للمصري القديم. تمام، لأنها ساعدت الإنسان المصري القديم على أن يعيش حياة الاستقرار بدلا من التنقل، فأقام المساكن وظهرت القرى. ولما قام بالزراعة أنتج الكتان والحبوب مثل القمح والشعير. برافو عليك. تفسر السؤال رقم 4. نجاح المصري القديم في السير بخطى سريعة نحو التطور الحضاري في العصر النحاسي. أيوة، لأن المصري القديم عاش حياة أكثر استقرارا خلال هذا العصر. سؤال رقم 5. بما تفسر ظهور المدن في مصر القديمة بسبب اتساع القرى وكثرة عدد سكانها. سؤال رقم 6. بما تفسر ظهور حكام المدن في مصر القديمة قبل الوحدة. تمام، بسبب شعور سكان المدن بالحاجة إلى نظام يحفظ لهم حقوقهم ويعرفهم واجباتهم ويضع لهم نظاما في التعامل مع الآخرين. سؤال رقم 5. ما النتائج التي ترتبت على استقرار المصري القديم في وادي النيل في العصر الحجري الحديث؟ ترتب على ذلك، خلي بالك معاي، انه عرف الزراعة فانتج الحبوب زي القمح والشعير والكتان، واهتم بتربية الماشية والأغنام والماعز، وأقام المساكن فظهرت القرى، وصنع الأواني الفخارية، وصنع النسيج والملابس من الكتان، وأقام المقابر لدفن الموتى. سؤال رقم 6. ماذا كان يحدث إذا رقم 1. لم يعرف المصري القديم استخدام المعادن؟ هقول له لا استمر
يعني كان استمر المصري القديم في صناعة أدواته من إيه؟ من الحجارة بس، من الحجارة فقط. لم يسر برضو نحو التطور الحضاري بخطى سريعة زي ما هو إيه؟ حدث. السؤال رقم 2: ماذا يحدث إذا فشلت الوحدة الثانية التي تحققت على يد الملك نعرمر مينا؟ أيوة، خلي بالك، لظلت البلاد مقسمة إلى مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، ولم تؤسس الأسرة الأولى في تاريخ مصر القديمة، ولم تبنى مدينة منف. سؤال رقم 7 بيقول: ما المقصود بكل مصطلح تاريخي مما يأتي؟ 1. حضارة، عصور ما قبل التاريخ. حضارة كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا. 2. عصور ما قبل التاريخ، المقصود بالمصطلح أو المعنى عصور ما قبل معرفة الكتابة، وتبدأ منذ أن خلق الله الإنسان على سطح الأرض إلى أن نجح الإنسان في معرفة الكتابة حوالي عام 3350 قبل الميلاد. السؤال رقم 8: دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. السؤال رقم 1: تعد معرفة الإنسان للكتابة نهاية مرحلة وبداية مرحلة مهمة في تاريخ مصر القديمة، حيث انتهت عصور ما قبل التاريخ بمعرفة الإنسان إيه للكتابة عام كام؟ 3350 قبل الميلاد، لتبدأ العصور التاريخية. سؤال رقم 2: مر التدرج نحو الوحدة السياسية في مصر قديما بعدة مراحل. الإجابة تكون: حيث نشأت القرى بعد نزول المصري القديم ليعيش بجوار نهر النيل، وتعلم الزراعة والاستقرار، وشيد أكواخا وبيوتا صغيرة، وظهرت المدن نتيجة اتساع القرى وكثرة سكانها، ونشأت الأقاليم المستقلة من تجمع القرى والمدن، وتحققت الوحدة الأولى عام 4242 قبل الميلاد. السؤال رقم 9 بيقول: قارن بين العصر الحجري القديم والعصر النحاسي. العصر الحجري القديم عاش فيه المصري القديم، خلي بالك، حياة التنقل فوق الهضاب من أجل جمع البذور والثمار وصيد الحيوانات والطيور. أما العصر النحاسي فهو عاش فيه الإنسان المصري القديم حياة أكثر استقرارا، وسار فيه بخطى سريعة نحو التطور الحضاري. جايب لي مقارنة تانية برضو بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، ونحن عارفين مملكة الشمال كانت في الوجه البحري ومملكة الجنوب كانت في الوجه القبلي. عاوز الموقع والعاصمة والمعبود والشعار. الموقع بالنسبة لمملكة الشمال حاليا مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. أما مملكة الجنوب فهو الكاب شمال مدينة إدفو بمحافظة أسوان. العاصمة مملكة الشمال اللي هي بالوجه البحري مدينة بوتو. أما مملكة الجنوب في الوجه القبلي فهي مدينة نخل. المعبود في مملكة الشمال اللي هي الوجه البحري كان ثعبان الكبرى. أما مملكة الجنوب في الوجه القبلي أنثى النسر. الشعار مملكة الشمال في الوجه البحري نبات البرد. مملكة الجنوب في الوجه القبلي كان الشعار زهرة اللوتس. أسئلة لقياس مدى الفهم والتطبيق. سؤال رقم 10: اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. خد بالك أنا هقولهم وإنت اختار معاي. سؤال رقم 1: عرف الإنسان الكتابة قبل الوحدة الأولى ولا قبل الوحدة الثانية
ولا قبل بناء القرى ولا بعد بناء الأقاليم؟ أيوة تمام، قبل الوحدة الثانية. سؤال رقم 2، سكن المصري القديم في المناطق المرتفعة في العصر الحجري القديم ولا العصر الحجري الحديث ولا عصر المعادن ولا العصر العتيق؟ خلي بالك وركز معاي. تمام، العصر الحجري القديم. سؤال رقم 3، بدأ الإنسان المصري القديم يعرف الاستقرار في العصر الحجري الحديث ولا العصر الحجري القديم ولا عصر المعادن ولا العصر العتيق؟ تمام، في العصر الحجري الحديث. السؤال رقم 4، بدأت تظهر العبادات في العصر الحجري الحديث ولا العصر الحجري القديم ولا عصر المعادن ولا العصر العتيق؟ تمام، عصر المعادن. سؤال رقم 5، بدأ التطور المعماري للمصري القديم يظهر في العصر الحجري الحديث ولا الحجري القديم ولا النحاسي ولا العتيق؟ تمام، النحاسي. سؤال رقم 6، تم اختيار أول عاصمة لمصر في الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب؟ تمام، الشمال. سؤال رقم 7، بدأ عصر الأسرات قبل اختراع الكتابة ولا بعد الوحدة الأولى ولا بعد الوحدة الثانية ولا قبل الوحدة الثانية؟ أيوة ركز معاي، برافو عليك، بعد الوحدة الثانية. سؤال رقم 11، قارن بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، خلي بالك، من حيث الأنشطة البشرية للسكان. العصر الحجري القديم الأنشطة البشرية للسكان كانت جمع البذور والثمار من الأشجار والنباتات وصيد الحيوانات والطيور وصنع أدواته من الحجارة واستخدمها في الصيد. أما العصر الحجري الحديث الأنشطة البشرية للسكان أنه عرف الزراعة واهتم بتربية الماشية والأغنام والماعز وصنع الأواني الفخارية والنسيج والملابس من الكتان. السؤال رقم 12 بيقول حدد الأثر الدال على، خلي بالك أسئلة كلها مهمة. اختلف موقع عاصمة مصر في الوحدة الأولى عن عاصمة مصر في الوحدة الثانية، حيث كان عاصمة مصر في الوحدة الأولى مدينة أون هليوبوليس وهي عين شمس حاليا، بينما كانت عاصمة مصر في الوحدة الثانية مدينة منف. السؤال رقم 13، ماذا يحدث إذا عرف الإنسان صناعة الحديد في العصر الحجري القديم؟ تمام، لصنع المصري القديم أدواته من الحديد بدلا من الحجارة وكان سيطلق عليه العصر الحديدي. سؤال رقم 14، ما العلاقة بين نزول المصري القديم إلى وادي النيل والاستقرار؟ أيوة، لقد كان نزول المصري القديم إلى وادي النيل سببا في معرفته بالزراعة وبدأ يعيش حياة الاستقرار بدلا من حياة التنقل زي ما نحن عارفين والترحال من مكان لمكان. هنحل الامتحان ده مع بعض. السؤال رقم 1 بيقول صوب ما تحته خط. سؤال رقم 1، اكتشف المصري القديم النار في، جايب لي عصر ما قبل الأسرات، ركز معاي وخد بالك، العصر الحجري القديم. سؤال رقم 2، أقام المصري القديم المقابر لدفن الموتى في العصر النحاسي، خد بالك، لا، العصر الحجري الحديث. السؤال رقم 3، ظهرت عبادة تقديس بعض الحيوانات في، جايب العصر الحجري الحديث.
العصر النحاسي. خلي بالك. سؤال رقم 4. كانت مدينة طيبة، خلي بالك، عاصمة مملكة الجنوب. لا، كانت ايه؟ مدينة ايه؟ نخبة، عاصمة مملكة الجنوب. ب. رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم إلى الحديث. جيب لي 4 أحداث. جيب لي أول حدث نشأة الأقاليم المستقلة، الثاني بناء مدينة منف، الثالث اختيار مدينة أون عاصمة لمصر، واكتشاف الزراعة. هيبقى الترتيب إن أول حاجة اكتشاف الزراعة، رقم 2 نشأة الأقاليم المستقلة، رقم 3 اختيار مدينة أون عاصمة لمصر، رقم 4 بناء مدينة منف. السؤال رقم 2. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. سؤال رقم 1. نجح الإنسان في معرفة نقط عام 3350 قبل الميلاد. ركز وخد بالك، التاريخ ده بيفكرك بإيه؟ تمام، بمعرفة الكتابة. السؤال رقم 2. بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن في العصر، خد بالك شرحنا الكلام دي، في العصر ايه؟ النحاسي. برافو عليك. السؤال رقم 3. كانت مدينة نقط عاصمة مملكة الشمال. بوتو ولا نخب ولا منف ولا طيبة؟ تمام، مدينة بوتو، في ناس مركزة كتير. سؤال رقم 4. شعار مملكة الجنوب اللي هو نبات البردي ولا زهرة اللوتس ولا نبات الكتان ولا ثعبان الكبرى؟ خلي بالك وركز. زهرة اللوتس. ب. ما النتائج التي ترتبت على حلول الجفاف فوق الهضاب في العصر الحجري الحديث؟ ترتب على ذلك، أيوة خلي بالك، إنه ترك المصري القديم الهضاب واستقر في وادي النيل وعرف الزراعة. سؤال رقم 3 بيقول اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يلي. 1. كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا. أيوة، تشير إلى إيه؟ حضارة أو مفهوم الحضارة. سؤال رقم 2. عصر يشمل الأسرتين الأولى والثانية. عصر إيه ده؟ خلي بالك. تمام، العصر العتيق. سؤال رقم 3. معبود مملكة الشمال، قلناها وجاء سؤال عنها. تمام، ثعبان الكبر. سؤال رقم 4. مدينة كان الملك نعرمر مينا حاكما عليها قبل توحيده للبلاد. تمام، كان حاكما عليها طيبة. تمام. السؤال ب بيقول دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية، ونحن جاوبنا السؤال دي من شوية. مر التدرج نحو الوحدة السياسية في مصر قديما بعدة مراحل. قلنا حيث نشأت القرى وبعد نزول المصري القديم ليعيش بجوار نهر النيل، وتعلم الزراعة والاستقرار، وشيد أكواخا وبيوتا صغيرة، وظهرت المدن نتيجة اتساع القرى وكثرة سكانها، ونشأت الأقاليم المستقلة من تجمع القرى والمدن، وتحققت الوحدة الأولى عام 4242 قبل الميلاد. بكده قمنا بتغطية كاملة على الدرس بالكامل اللي هو وحدة شعب. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات الشرح والأسئلة. وبالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.